الله سبحانه وتعالى دعا على الوالدين، قال لنا والبر بالوالدين والاحسان بالوالدين وقل لهما كلاما جميلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى ما قالكش كتب املاك كلها لامك. اوكي الا كنتي في هذه الحاله ما عندك ولاد، ما عندك ولاد، ما مزوج، ما والو، عادي انك تكتب الاملاك ديالك كلها لامك لانك ما مزوج وما عندكش التركه، ومثلا وصلتي لواحد السن وكتشوف راسك يمكن تقدر تسبق امك ولا تسبق عائلتك، تقدر تكتب كلشي لعائلتك ولا تكتب كلشي لخواتاتك ولا امك. ولكن فاش كيكونوا الوليدات راه ربي ما سامحش بهادشي. يمكن الحكيم مرضي مع مو ولكن مسخوط مع سيد ربي. علاش؟ لان هادشي ما قالوش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شوفوا هذيك المراه تكون كيف ما بغات تكون، كلكم نطوا ليها قلتوا كتخونوا، واش كنتوا معاها الله اعلم، ما كنتوش معاها قلتوا باللي ما جاتش منه فاش وقع لي المشكل في فرنسا، حنا ماشي شغلنا بيناتهم. المراه والراجل فاش كيدابزوا راه سي نورمال انا غندابز مع الاكس ديالي وغنشوفو طايح في مشكل وغنوض نجي معاه، غادي نوض نغرقو، سي نورمال. راه بين المراه والراجل ما كيعرف